هل مللت من الوقوف بين يدي الخلق تسألهم؟ هل أذلك بعض المخلوقين بطرق بابه ولم يفتح لك؟ هل ضعفت وسقط وجهك واندفق ماء وجهك وأنت تتصل على مخلوق تريد أن يغيثك وهو يقطع الاتصال في وجهك؟ أتدري لماذا هذه الذلة؟ لأنك لا تحسن طريق التوكل والاستعانة. تصلي فتقول إياك نعبد وإياك نستعين وتنسى أن المستعان هو الله. والله لو وقفنا بباب الله ثم طرقنا الباب عليه ليفتحن الله الباب لنا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله حتى يعطيك، حتى يدهش عقلك.